الأستاذ عبد الهادي القصقصي. حضرة رئيس البلدية السيد نائب خازم المحترم، نائب رئيس البلدية أحمد حمدي، أعضاء البلدية، النواب، مديرة دار الثقافة والفنون عزيزة دياب إدريس، كافة الشخصيات الاعتبارية والشخصية والاجتماعية والسياسية والأدبية، كما أرى هذه الوجوه النيرة في هذه الأمسية التي تشع نورها بطبيعة الحال في توقيع هذا الديوان. قبل أن نفتتح هذه الأمسية التكريمية باسم رئيس البلدية وبأعضاء المجلس البلدي وباسم مديرة دار الثقافة والفنون وبالحضور جميعا، نتقدم بأحر التعازي للمربي الأستاذ عبد الرحمن صديق بوفاة والدته أم صالح الصديق، والختمة كانت يوم أمس، الله يرحمها. فنتمنى من الباري عز وجل أن يتغمدها ويسكنها في فسيح جناته. ومن هنا أيضا كلمة تقدير للأستاذ عبد الرحمن صديق الذي حضر بالرغم من مصابه الأليم، إلا أنه أبى وأصر أن يكون بيننا في هذه الأمسية ويشارك الأمسية وهذا الموقف باعتقاد إبرامي يسجل، لأن الرجل يقاس بالمواقف، وذلك تأكيدا على إخلاصك وعطائك المستمر طيلة المسيرة التربوية التي دامت سنوات في خدمة المجتمع الشطرنجي. وعلى هذا الموقف نحييك مرة أخرى أبو رامي، وندعوك لاستلام عرفة هذه الأمسية توقيع ديوان الشعر بعنوان إن الحمامة تهذيلها تنتشي للشاعر عبد الهادي القصقصي. فليتفضل. مساء الخير، السلام عليكم. أجمل باقات الورد لأننا نحتفي أو سنحتفي بتوقيع ديوان شعر قرأته فتمتعت به، ولذا فإنني أرغب عادة بعد أن أحيي الجمهور الكريم بدءا برئيس البلدية الأخ نائب خازم، وانتقالا إلى جميع الإخوة المحترمين، مع حفظ الألقاب المتعددة والمتنوعة والعالية والسامية، وكلكم رجال ونساء على مستوى عال من التقدير والاحترام عندي وبالنظر. هذه الأمسية جاءت تكريما من بلدية شفا عمر ودار الثقافة والفنون. إن هذه اللفتة الكريمة هي لفتة كريمة جدا تستحق التقدير والاحترام، لأن إنتاجا شعريا أدبيا قد أجيدت به القصائد وقد أبدع بها الشاعر دون مجاملات. أبدع بها الشاعر بعد أن قرأتها وتمتعت بها. تستحق هذا التكريم وتستحق هذه الأمسية بهذه الوجوه الطيبة النيرة التي أراها تجلس في هذه القاعة، جاءت لتحتفل وتحتفي بالديوان وبمؤلفه الشاعر عبد الهادي القصقصي بن شفا عمر. وبلدية شفا عمر ودار الثقافة والفنون يعملان وبدون تردد وبشكل دائم على تنمية المواهب الصاعدة أو المواهب التي قد تخضرمت، إلا أنها تتناسب مع روح تطور العصر علما ويقينا، أدبا وشعرا، أخلاقا وسلوكا، أدبا ومعرفة. فللبلدية ودار الثقافة والفنون خالص الشكر والتقدير على هذا النهج الكريم. أنا أتأمل جدا أن يستمر هذا النهج
لأن هذا النهج الذي يمكن أن يوصلنا إلى أن نعتز بحضارة نحن أحق بها من غيرنا. أشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. نبدأ احتفالنا هذا بكلمة من مديرة دار الثقافة والفنون الشابة التي تعمل بكل شد واجتهاد، بكل معرفة وإدراك، بمهنية تامة ودون مجاملات كمان مرة، لأنني لمست هذا من خلال زياراتي للمركز الثقافي أو لدار الثقافة والفنون. وأنا أقول علميا وتربويا وأدبيا واجتماعيا أن من يتمتع بالثقة الكاملة بنفسه يستطيع أن يعطي الشهادات الطيبة للآخرين، لأن هذا لا يضيع. وأنا أقول أن عزيزة مديرة دار ثقافة وفنون تقوم بواجبها وعملها على خير وجه كما لمسته وليس كما سمعته. فلتتفضل الشابة عزيزة لإلقاء كلماتها الترحيبية. شكرا. مساء الخير. اليوم بالنسبة لي هو يوم جدا خاص. كنت عذروني لأني أنا ما حضرت كلمة، أنا ما كنتش بدي ألقي كلمة اليوم، ولكن الحضور الكريم والمناسبة هي هالقد خاصة، فقررت إنه اليوم كلمة تكون من القلب مباشرة لكم. بداية برحب بالجميع، حضرة رئيس البلدية سيد ناهض خازم، حضرة السيد أحمد حمدي رئيس قسم الثقافي ونائب رئيس البلدية، الجمهور الكريم مع حفظ الألقاب، الضيوف، أعضاء المنتدى الأدبي الشيخ عمري، أهل البلد وأهل حارتي. حاسة حالي أنا بعرس بالحارة عنا، فأنا جدا سعيدة بوجودكم اليوم. في البداية بدي أشكر كثير الأستاذ عبد الرحمن صديق. مظبوط إحنا رتبنا ونسقنا معاه البرنامج إنه يكون محاور وعريض، ولكن وجوده معنا اليوم هو ما كان إشي يعني مفهوم ضمن إنه يستمر، خصوصاً بعد إنه توفت والدته قبل أيام معدودة. ولكن هذا الإشي بس بدل على المسؤولية الكبيرة الموجودة عند هذا الإنسان، على التزامه وإخلاصه وعلى الطيبة الموجودة عند أهالي بلدتنا. فأنا كثير بشكره لدعمه لكل مشاريع دار الثقافة والفنون ودعمه لإلي بشكل خاص. شكرا أكرم. يا أختي إذا تسمح ما حياتك الضيوف. حياة الضيوف. أهل البلد، الضيوف الكرام أهلا وسهلا فيكم، أنتوا أهلنا وأنتوا بين أهلنا. حياتي الكل في عينهم خضر. إحنا كلنا أهل البلد هون، فأهلا وسهلا فيكم جميعا أهالي البلد والضيوف الكرام. أنا الضيف يعني أنا بنصامر، يجابوا لك بنصامر بس لابد تستحي. طبعا حقك علي، حقك علي. أهلا وسهلا بكل الضيوف الكرام من الجليل ومن المثلث من وين ما كنتوا، أهلا وسهلا فيكم. بحب بس أقول لكم إنه الأمسية اليوم هي من ضمن نشاطات دار الثقافة والفنون. تأسس في دار الثقافة والفنون المنتدى الأدبي الشيخ عمري في شهر 12/2012، وقمنا بأمسية توقيع ديوان للشاعر الشيخ عمري نزيه حسون. اليوم احنا نحتفل مع بعض هنا في أمسية توقيع ديوان الشعر للشاعر عبد الهادي القصقصي إن الحمامة بهديلها تنتشي. بتمنى لكم أمسية ممتعة، وبتمنى كمان إنكم تتابعوا مشاريعنا وتكونوا جزء وتشاركونا ببرامجنا الثقافية اللي راح نقوم فيها مستقبلا. طبعا أبواب الانتساب للمنتدى الأدبي الشيخ عمري هي مفتوحة أمام الجميع. ممكن تتواصلوا عن طريق دار الثقافة والفنون، تتصلوا فينا أو تتواصلوا كمان معنا عن طريق الإيميل
في عدة طرق، ولكن احنا كثير معنيين في توسيع حلقة المنتسبين للمنتدى الأدبي الشيخ عمري، إذا كان للمبدعين أو كمان لمحبي الأدب. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأتمنى لكم أمسية ممتعة. شكرا لكم. الضيوف الكرام، الحفل الكريم، هنالك شاعر أجاد التعبير فقال: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. هذه هي صفة سكان شفاء عمر، أنتم رب المنزل ونحن الضيوف. على كل الحالات أهلا وسهلا بكم جميعا. تصبو بلدية شفاء عمر الممثلة برئيسها وأعضائها إلى أن تخترق جميع الميادين والمجالات، هادفة بذلك تطوير كل مجال يقع من ضمن صلاحياتها. وقد أولت البلدية موضوع التربية والتعليم والنشاطات الثقافية أهمية خاصة، وبرأيي أنه بحق، لأن التربية والتعليم والثقافة هي من أهم مقومات المجتمع في كل المجالات، في كل المجالات وفي جميع الأمكنة والأزمنة. ولذلك فإن البلدية التي تولي هذه الأهمية لهذه المجالات بشكل خاص تستحق التقدير. وهنا نطلب من رئيس بلدية شفاء عمر أن يتكرم بإلقاء كلمة تحية لهذا الحفل الكريم وللمحتفى به. تفضل أبو العفو. مساء الخير يا جميع. نائب رئيس البلدية، رئيس قسم الثقافة والفنون الأخ أحمد حمدي، أعضاء المجلس البلدي، الضيوف الكرام. بديش أرجع حج على بيت الشعر تبع أبو رامي. في لي تعليق عليه بس بديش عليه. رئيسة وعضوات المجلس النسائي الشيخ عمري، في كتاب لتوفيق الحكيم اسمه عودة الروح، وأنا بقول إنه عودة أبو رامي إلنا للمنتدى الثقافي والأدبي في شفاء عمرو هو بحد ذاته عودة للروح. المحترمين المحترمات، محب الألقاب للجميع، من دواعي سرورنا أن تكرم دار الثقافة والفنون شاعرنا المحبوب وأحد مبدعي هذه المدينة الأخ أبو منجي بمناسبة صدور ديوانه الشعري الجديد بعنوان إن الحمامة تنتشي بهديلها. فخر لنا أن نرد جميل المبدعين بعرفان، لأن المبدعين في الشعر والثقافة والعلم والمعرفة وفي مختلف المجالات يرفعون اسم مدينتنا عاليا. لست ناقدا شعريا، لكنني أقرأ الشعر وأحب قراءة الأدب، وأقرأ شعر الأخ عبد الهادي القصقصي، وأقتبس هنا بعض ما كتبه أحد النقاد حول ديوانه الجديد قائلا: استمتعت بقراءة القصائد الجميلة الواردة هناك لما فيها من رقة وعذوبة وانسيابية في المعاني واللغة،
وجدة في الأسلوب مع الخفة والرشاقة في موسيقى العديد من القصائد. لمسنا هناك السهولة والمتانة في المفردات، قصائد تفوح بعمق الماضي وعذوبة المستقبل. اخترت هذا الاقتباس لأنني متفق مع كاتبه حول عذوبة اللغة بعيداً عن التعقيدات، هذا فضلاً عن الموضوعات التي يتناولها شعر الأستاذ أبو منجي، ففضلاً عن حبه العظيم لبلدته شفا عمرو، تحمل القصائد بهم جارف للإنسان الفلسطيني والعربي مفعم بالحس الوطني والقومي. وقد بين شاعرنا المحتفى به أهمية اللغة العربية في وحدة الشعوب العربية وتماسكها. الإخوة والأخوات، الشعر كما نعلم جميعا هو فن أدبي يحتاج صاحبه إلى الإلمام باللغة العربية الجميلة بنحوها وصرفها، وأستاذنا أبو منجي يملك هذه القدرات وقد انعكست في كتاباته وأشعاره. ويرى البعض أن الشعر مأخوذ من الناحية المعنوية من كلمة الشعور، وليس صدفة أن يسعى الشاعر لنقل أحاسيسه ومشاعره وخلجات صدره إلى قرائه ومستمعيه. وقد أتقن شاعرنا ذلك، وبهذا يكون شاعرنا مبدعا حقا، نجح من خلال شعره في التعبير الصادق عن وجدانه. وبرأيي أن أبا منجي أبدع في تناوله موضوع عقوق الأولاد وتنكرهم لذويهم، لكننا نقول في هذه المناسبة وبفخر واعتزاز أن بلدية شفا عمرو مدينة بالشكر والعرفان للمبدعين أمثال الشاعر عبد الهادي القصقصي على إبداعاته. إنها فعلا مناسبة رائعة لنحيي أبا منجي على إبداعه الجديد، متمنين له موفور الصحة والنجاح ومزيدا من العطاء والإبداع. كلمة لمدير دار الثقافة والفنون الأخت عزيزة دياب إدريس. تشهد دار الثقافة والفنون زخم هائل من النشاط الثقافي والفني والإبداعي لم يكن ولم يحدث سابقا في شفا عمرو، وهذه اللمسات هي نتاج الأحاسيس التي تحدثنا عنها والتي تحويها خلجات ومشاعر الأخت عزيزة دياب. عزيزة، كل الاحترام على هذه الإنجازات المشرفة، قدما وإلى الأمام. أهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لرئيس البلدية على كلمته القيمة للمحتفى به ولعزيزة دياب وللحضور الكريم. نأمل إن شاء الله أن تستمر الإطراءات بين المسؤولين والمسؤولين في المؤسسات، لأن هذا مما يدفع المسؤولين في المؤسسات إلى الإنجاز الأكبر والأدق والأحسن، وهذا ما نصبو إليه جميعا كي نصبح مجتمعا يتصدر قائمة المجتمعات الراقية. شاعرنا الموهوب عبد الهادي القصقصي وأشهر من أن يعرف وابن شفا عمرو، بدأ دراسته
الابتدائية المكتب، ولكنها لم تكن بنفس المبنى اليوم. الموقع هو نفس الموقع ولكن ليس بنفس الشكل لأن شكلها تغير للأسف. أنا هناك دراستي الابتدائية، وبعدها أو خلال دراستي الابتدائية تعلم الكثير واهتم بقواعد اللغة العربية وصرفها ونحوها وإنشائها وبحور شعرها، فما كاد ينهي المدرسة الابتدائية حتى أصبح يؤلف الشعر، طبعا مش بنفس الرزاني الموجود اليوم، أقل، ولكنه بدأ. فمن هناك كانت الانطلاقة من خلال المدرسة الابتدائية، واستمر في كتابة الشعر. ومن قراءات أو من يقرأ لعبد الهادي قصص يعرف أنه كتب في جميع المجالات ما عدا مجال واحد فقط وهو الغزل. سألته هذا السؤال بعد أن قرأت دواوين شعره: لما لا تكتب عن الغزل رغم أنه هو عصري جدا وآلي جدا ويتحدث به الشعراء، وقد تحدث به الشعراء من الجاهلية وحتى عصرنا الحالي وهو مسموح؟ فأجابني جوابا طلب مني أن لا أقول. إكراما وتقديرا لحضوركم الكريم، أصر أبا منجي أن يقدم كلمة شكر وتقدير وتتلوها قصيدة استقبال لكم وتليق بحضارتكم. أبو منجي تفضل، ولكم البدعة في السماء. أحبتي، أخواتي وأخوتي، الضيوف الأفاضل معزتي ورفاقي، أحبتي، أخواتي وأخوتي، الضيوف الأفاضل معزتي ورفاق الطفولة والصبا أعز رفقتي، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وأوقاتكم. أحييكم جميعا تحية مودة وتقدير فردا فردا مع حفظ الألقاب والمقامات، وأرحب بكم ترحيبا وجدانيا حارا، وأشكركم من أعماق قلبي على حضوركم هذا الحفل الذي ازدان بهذه الوجوه الطيبة ألقا وبهجة وسرورا. أهلا وسهلا، شرفتم ونورتم هذا الحفل الكريم، وأنا ألتقي بكم هذا المساء تغمر السعادة ويسطع هلال الشوق في خواطري ومشاعري، وينساو جدول الحنين والمحبة في قلبي ووجداني. ومن أشكر فإنما يشكر لنفسه. لهذا يستدعي الواجب أن أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس بلدية شفران السيد ظاهر قاسم على دعم النشاطات الثقافية والفنية، وعلى هذه اللفتة الكريمة والجليلة بمبادرة ورعاية هذا التكريم. كما أشكر مديرة دار الثقافة والفنون على جهودها في تنظيم وإعداد حفل التكريم وتوقيع ديوان الشعر، وعلى مساعيها في تفعيل الحركة الثقافية الفنية في مدينة الطيبة العامرة لأهل الكرام. كما أرسل الشكر لضيفنا الكريم الأديب والشاعر والناقد الدكتور منير تومة ابن كفر ياسين
بلد الثقافة والعلم والحضارة التي أنجبت كوكبة من الأدباء والشعراء والعلماء والكتاب المبدعين. وأشكره على تكرمه بالحضور والمشاركة في تقديم مداخلة أدبية في مضمون الديوان. وكذلك أشكر الكاتب والمربي الدكتور محمد صفوري على تكرمه بكتابة مقدمة الديوان وعلى مشاركته في تقديم مداخلة أدبية لتقييم موضوع الديوان. وإن أنسى لا أنسى المربي العريق الأستاذ عبد الرحمن صديق الذي أبى إلا أن يفي بوعده والتزامه بتولي عرفة هذه الأمسية رغم حزنه وألمه الشديد على فراق والدته الأصيلة والنبيلة عليها شآبيب الرحمة والمغفرة. لقد سجلت يا أبا رامي موقفا نبيلا أبيا ووفيا، فلكم مني ألف تحية وألف شكر وألف قبلة مودة إيطالية. والآن لنكن كلنا على شعر لنحتفل بالحياة ونستغل مباهجها. وبداية ألقي قصيدة نظمتها خصيصا لهذا اللقاء الشيق وهي بعنوان وروابط الود القديم متينة. بلدي يكرم نجده بحفاوة ما أوجب التكريم للأحياء، وروابط الود القديم متينة في قلب حر صادق معطاء. لا يفسد الود الحميم مودة بتباين الأفكار والآراء. نقشت على صدر الزمان مقالة إن المحبة شيمة النبلاء، وسطورها مكتوبة في عهدنا تغشى العقول برغبة وصفاء. من يحفظ الود الوفي شهامة يسمو على الأحقاد والأهواء. لم أحترث يوما بدعوة عقل ودعا الضمير تسامح الأعداء. إني أرحب بالحرية جميعا، شكر الجزيل لكافة الأسماء. غمر الشعور غبطة من أخوة جاءوا استجابة دعوتي وندائي، قدموا لأمسية لدافع راغب يهفو الحضور لحفلتي ولقائي. حضروا إلي والحنين بمخرة تحكي الزمان بلهفة وهناء، وأتوا بتذكرة العهود وحالها. عهد الصبا متوقد الأضواء، أصبت بي الذكرى لأيام خلت، زمن الطفولة راسخ بدمائي. هذا اللقاء توهجت أنواره من طرة الأحباب والزملاء، شع اللقاء حرارة ومسرة بمشاعري في أعمق الأحشاء. وأبثكم شوق الفؤاد برقة، نجوى الفؤاد مفاخر الإهداء. لمودتي أدعو لكم من خافقي بسعادة الأحفاد والأبناء. فلكل فرد في الحضور تحية وتضرع لظروفنا ودعائي. أسدي ثناء جدارة ومحبة للقائمين بحفلة السراء. ضمخت من عبق الظهور قصيدتي ووهبتها لحضورنا القرآن. السلام. عبد الرحمن صديق القدس الإيطالية شحنها. أيها الإخوة الكرام، كانت هذه قصيدة افتتاحية للشاعر الشفاعمري عبد الهادي القصقصي، وقد درج القصائد
أكثر وزنا وعمقا حسب التدريج الطبيعي من رقم 1 إلى رقم 5. فستستمعون إن شاء الله وتتمتعون بقصائد لاحقة في هذه الأمسية كي تعودوا إلى بيوتكم وأنتم على أحسن حال وأهدى بال. كتب مقدمة ديوان الشعر إن الحمامة تنتشي بهديرها الدكتور الذي ليس بحاجة إلى أن التعريف، فبدونها هو معرف، الأخ محمد صفوري، إذا بيسمح لي بعدين بقول الدكتور لأنه أخ عزيز علي قبل ما يكون دكتور. الأخ محمد أو دكتور محمد صفوري كتب مقدمة الكتاب، ولذا كان من الضروري أن يتكرم علينا بأن يسمعنا ما كتب علنا ننتشي نحن كذلك بما كتب الدكتور محمد صفوري عن ديوان الشاعر عبد الهادي البصقصي. فليتفضل الدكتور محمد صفوري إلى المنصة مشكورا. مساء الخير للجميع. بينفع هيك. بداية وبكوني معلما من معلمي مدينة شفا عمر في مختلف مراحلها، أود أن أعبر عن استنكاري ونفوري واشمئزازي مما حدث اليوم في المدرسة الشاملة باء ومحاولة الاعتداء على زميلنا مدير المدرسة الأستاذ لبيب عموري. وأرجو أن يستخلص المسؤولون في هذا البلد من هذا الحدث العبر اللازمة، وكيفية طبعا المعلم ليس مصارعا، وإن فرض علينا أو ولو فرض علينا أن نكون مصارعين فنحن لا، ولكن تأبى نفوسنا أن نستعمل العنف. فطبعا هذا عمل بربري، وكل إنسان نحن في القرن 21 يستنكر مثل هذا الحدث. بهذه المناسبة أود أن أشكر القائمين على ترتيب هذه الأمسية من بلدية ومديرة دار الثقافة والفنون وجميع القائمين على هذه وإعداد هذه الأمسية. تفضلت الأخت عزيزة دياب وقالت إنها تشعر بأنها في عرس في الحارة، ونحن نعم في عرس، وعريسنا أبو منجي، عريس الأمسية أبو منجي، فنحن لن نغني إنما سنصدح. عريسنا أبو منجي يؤكد ظاهرة بارزة في الحياة بأن أشخاصا كثيرين لم يتح لهم مواصلة دراستهم العالية في المعاهد العليا استطاعوا أن يصلوا ويتبوأوا مراتب ومكانة عالية على الساحة الأدبية والاجتماعية بفضل جدهم وإصرارهم ومواصلتهم على المطالعة والمطالعة. فهل نتعلم شيئا من هذا؟ هل نقرأ؟ ألا يجدر بنا أن نخصص بعضا من وقتنا للقراءة؟ انظروا ما الذي حدث مع العقاد، زكريا تامر، حنا مينا، فتوى طقان، ليلى العثمان ومثلهم كثيرون. كل هؤلاء وأبو منجي، كل هؤلاء ما حصلوا علما عاليا وفي معاهد عالية،
لكنهم بفضل جدهم واجتهادهم ومواصلتهم على المطالعة وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فهيا بنا إلى المطالعة لنتصالح يا إخوتي وأخواتي مع الكتاب. لا بد لنا أن نتصالح، نحن في غربة. أما بعد، إن الحمامة تنتشي بهديلها نتاج شعري جديد يغري بالقراءة لما يضمنه الشاعر عبد الهادي القصصي من تقنيات جمالية وأسلوبية تنطق بقدرته وبراعته الفنية لما يشيع فيه من ثيمات يمتحها من واقع الحياة، مصورا خلقه على حاضر ومستقبل الإنسان العربي عامة والفلسطيني خاصة، مجسدا حسه القومي والوطني كما يتمثل ذلك في معظم قصائد الديوان. إنه إنسان مسكون بحب وطنه وشعبه، وعليه فقد أفرد مساحة واسعة جدا من قصائده لمعالجة قضايا وطنية وقومية يئن تحت أوزارها الإنسان العربي والفلسطيني. يصور الشاعر في قصائد كثيرة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب العربي والفلسطيني، سواء كانت في لبنان أو قطاع غزة أو الحرم القدسي الشريف. والحكام العرب يغطون في سبات عميق ولا يحركون ساكنا، فيصب جام غضبه عليهم ويقرعهم على مواقفهم المتخاذلة وخضوعهم لإملاءات أمريكا وغيرها، مما أدى إلى تبخر الحقين العربي والفلسطيني. وفي ذلك يقول: يا قادة الذل والإذلال طابعكم، أليس لبنان لمجد العرب ينتسب؟ وفي مواضع أخرى نجد الشاعر جادلا سعيدا بانتفاضة الإنسان العربي ضد حكامه الطغاة، فيجعل بعض شعره في تحية الشعوب العربية الثائرة كالشعب التونسي، ومن ذلك قوله: مرحى لتونس وقد شعت مشاعلها في كل قطر تماهى الريف والحضر، والثائرون تدك الأرض أرجلهم ويجعلون بصوت خصه النمر. ثم يجوز الشاعر في قصائد أخرى للتغني بجمال بلاده التي لا تعدلها أي بلاد أخرى، واصفا مدينته شفاعا معتزا بإباء وشجاعة أهل الناصرة ومفتخرا بلغته العربية، مطعما هذه القصائد بنزعته القومية والوطنية، داعيا إلى ترسيخ ما نهل عن الآباء والأجداد من تراث عريق، ومشيرا إلى ضرورة الحفاظ على اللغة العربية وتخليصها من الألفاظ الدخيلة. وفي ذلك يقول: لغة الأصيلة مجدها بنقائها وبقائها مدعومة الأركان، ويسيئني حشو الحديث بجملة عبرية أو من لسان ثاني. في هذا السياق تحضرني نكتة عن الستات، مع احترامي أنا من نصير للمرأة، أنا درست دكتوراه عن أدب النسب، ولكن أرجو أن لا أفهم بشكل مغلوط. سيدي توجهت إلى صندوق المرضى وسألت عن طبيب، فقال لها الموظف: الطبيب مأذون. قالت له: يا شيخ أنت ليه بتردش علي يا خيا؟ قال لها: يا خالتي الطبيب مأذون في إذن. قالت له: مش فاهم عليك شو يعني، شو بتكون تحكي؟ وبعدين معك تتدل علي قاعد؟ قال لها: بقول لك الطبيب مأذون. قالت له: يا سلام. قال لها: الطبيب في خوفش. قالت: ما أحكي عربي من الصبح. هذا هو الوضع حقيقة، هذا الوضع في كلام كثير نزج فيه العبرية والإنجليزية وغيرها. يلتفت الشاعر إلى الخطاب الديني فيدعو لحماية المسجد الأقصى، ويتصدى للهجمة الشرسة على رموز الديانات المختلفة كمحاولات التشهير بالسيد المسيح عليه السلام أو الرسول العربي الكريم صلى الله عليه وسلم،
ينشد بعضا من أشعاره في وصف بعض العبادات كمتعة الصيام في شهر رمضان أو تجربة الحج، زيارة الكعبة المشرفة ونحو ذلك. ويظهرنا الشاعر بحسه الإنساني الرفيع ودعوته العامة إلى السلام الذي يرجوه لكل شعوب الأرض حتى يبرعم الربيع في كل النفوس، فيقول: ليت الربيع يدوم في إحساسنا لتزول من أعماقنا الأقدار. ثم يفرد الشاعر بعضا من قصائده لحياته الذاتية وعائلته، واصفا تارة لهفته وفرحته بلقاء حفيده القادم مع والديه من إيطاليا يا منجي، متغنيا تارة أخرى بجمال الطبيعة في أرضه، ملتفتا لزيتونته الميمونة بثمارها التي تنطق بأصالته وجذوره في بلاده فلسطين، كما تؤرخه بعض الآفات الاجتماعية والسلوكية كالتدخين والعنصرية ونحوهما، فيدعو إلى محاربتها ونبذها، وهو في كل ذلك يصدر عن نفس عظيمة وفكر نير يتدفق غزيرا من مختلف القصائد. لما كان شاعرنا يتمتع بهذه النفس العظيمة فإنه يرعى كل الحقوق، وفي مقدمتها حق جاره وصديقه ورجالات بلده وشعبه، ويمزقه رحيل بعضهم ويهش لنجاح بعضهم الآخر، فينسج مشاعره فياضة في قصائد رائعة، مهنئا مرة ومتألما مرة أخرى، مما يؤكد حقيقة النفس العظيمة التي يرعاها بين ضلوعه، ويشهد بذلك كل من عرفه. وتشعر الإشارة إلى أن الشاعر ينهج نهجا مغايرا لما عهدنا عند كثير من شعرائنا الذين يجعلون يا أبا رامي للمرأة نصيبا وافرا من شعرهم. خالد بن منجي يتغزلون بجمالها أو يسردون تجاربهم الذاتية معها. أما شاعرنا فيذكرها أما يشيد بفضلها، أو رفيقة مثل منجي يعزز صورتها بكونها امرأة فاضلة لطيفة ومهذبة، أو امرأة ينفر عنها لكونها متهتكة لا ترعى عرفا ولا خلقا، وجل همها مشاغلة الرجال. ولعل مبعث ذلك ما يؤرقه من هموم وقضايا شعبه وأمته، تلك الهموم التي يجعلها في المقام الأول لاهتماماته. وتأخذنا الدهشة ونحن نقلب صفحات الديوان لبراعة الشاعر في نظم معظم قصائده وفق قواعد وأصول العروض العربي، فقد جاءت معظمها عمودية نهل فيها من موسيقى البحر الكامل والوافر والبسيط، مع الاتكاء على إمكانيات بعض البحور الأخرى كالهزج وغيره. وإن لوحظت بعض الهفوات الإيقاعية في بعض القصائد، إلا أنها بمجملها تعلن قدرة الشاعر على تطويع بحور الخليل لخدمة قصائده، وتؤكد روعة الموسيقى وجمالية جرسها التي ارتقت بجزالة الألفاظ، وهو ينسلها من معجمه الشعري الذي يعزز قدرته على تطويع اللغة لتنساب القصيدة سلسة سهلة قريبة من مدارك القارئ، حسب ما يصرح في قصيدته في واحة الآداب شعر يرتقي، وفيها يقول: من رام يكتب رمزه بطريقه فليفصح الأسلوب للأنفاس. ينهل الشاعر أيضا من الموروث الديني والإنساني، فيوظف بعض الأساطير في شعره كأسطورة عشتار وطوفان نوح، ويبدو تأثره جليا بالقرآن الكريم والشعر العربي قديمه وحديثه، كتأثره بابن زيدون أو بالشاعر حليم دموس وغيرهما، الأمر الذي يتيح له مساحة واسعة ليصور ويجول في دنيا الشعر محلقا فيه براحة تامة. بناء على ما قدمنا، يتأكد للقارئ أن الشاعر مفتون بالقصيدة العمودية، ولا يحفل كثيرا بالشعر الحر أو قصيدة النثر، مع أنه ينظم بعض قصائده حسب مقومات وأعراف شعر التفعيلة وقصيدة النثر أحيانا، ويراعي قواعدهما، لكننا نعتقد اعتمادا على ما أفرزته قصائد الديوان أن خياله
في القصيدة العمودية أوسع، وقريحته الشعرية فيها أغزر. وبعد أيها الإخوة الحضور الكرام، فإن قصائد الديوان تثبت قدرة شعرية وفنية جديرة بالتقدير والاحترام. إنها قصائد تفوح بعمق الماضي وعذوبة المستقبل المؤمل، ليعيدنا الشاعر إلى تراثنا العربي الأصيل، ويعزز أصالتنا وانتماءنا لهذه الأرض التي عجنت من أديمها أجسادنا، وليمدنا بالأمل لنحلم بالمستقبل الذي لن نحيد عنه، آمنين للشاعر مزيدا من العطاء، سائلين الله أن يمد في حياته ويمتعه بالحياة في كنف عائلته الكريمة. وألف مبروك يا أبو منجي، وإن شاء الله إحنا في انتظار المولود القادم. والسلام عليكم ورحمة الله. أبو هلال، شكرا على عرض هذه الدراسة الأكاديمية التي أفرحنا جدا وساعدتنا جدا في الدخول إلى اللغة العربية من الأبواب الصحيحة. لننتعش ثانية، شاعرنا عبد الهادي القصصي سيلقي أمامنا قصيدة جميلة لأنني قرأتها، وهي بعنوان يحبه الجميع، هذه شفاء عمرو التي أحببتها. تفضل أبو منجي. بداية أن أعتز اعتزاز كبير بشفاء عمرو وبأهلها الكرام. من الناحية الجغرافية شفاء عمرو عروسة البلاد، أجمل مدينة في الجليل والنقب والمثلث. ولأني أنا أنتمي وأفتخر أن أنتمي ولأني أنتمي إلى شفاء عمرو وأهلها الطيبين، لقد كتبت لشفاء عمرو 6 قصائد في مناسبات مختلفة، وفي الأحداث، وفي التمجيد بأهلها وموقعها الجغرافي. الآن أقرأ على مسامعكم قصيدة هذه شفاء عمرو التي أحببتها. نظمت هذه القصيدة احتفاء بمئوية بلدي شفاء عمرو. بلد النجوم مدينتي مغمورة بمآثر الأجداد والأوطان، هتف الشعور بخافقي وخواطري، هذه المدينة نجمة البلدان. بلدي الحبيب معزتي ومفاخري، وبديله لا أرتضي بمكاني. متألق بلدي الجميل وأهله، وبنهضة الإنسان والعمران، ومعالم التاريخ تثبت مجدها من عهد كنعان إلى عثمان. في عصرها بدأ الزمان سجله، وجذورها في أعمق الأزمان. والبرج يشهد روعة بشموخه، يأتي يغازل قلعة الزيدان. ظهر الكنيس بعلوه كمنارة تبدي السواحل شاهق البنيان، والعين عافية لمن طلب الشفاء، والعاص أشفى علة الأبدان.
أشجارها الخضراء تضفي بهجة، وهضابها تختال في لساني. جمعت خيار الناس في أحضانها، وتألقت في أقدس الأديان، وتعانق الأجراس صوت مؤذن، وأهلة تدنو من الصلبان. وكنيسة دقت بجانب مسجد، وتجاوبت في خلوة الإخوان. قد أنجبت عبر السنين نوابغا عددا من الزعماء والأعيان، وقضيت فيها طفولتي وكهولتي، ولا تراها تنتهي أزماني. إن غبت يوما عن مرابح العلا، قلبي يردد ذكرها ولساني. وإذا سئلت عن انتمائي قلتها إني شفا عمري بكل كيان. والزائرون تنعموا بمشاهد، وتظل ترسخ في صفى الأذهان. بجمالها الخلاب تسبي مقلة، يهفو الفؤاد لموقع فتان. إن المثلث والجليل معزة، بلدي عروسة موطن الجدلان. قرن مضى وكيانها متماسك، لا تنتهي من طغمة الطغيان. عبر السنين تجاوزت أزماتها بقوى الشجاع وفكره العقلاني. وإذا تسلل فاسق بنميمة فيرده العقال بالخذلان. بلدية في عيدها المئوي قد فتحت كتاب المجد للبرهان. ولخمسة الرؤساء تم تعاقب في سلطة إبان قرن ثاني. في عيدك المئوي أهدي باقة مضمومة بالحب والريحان. للمجلس البلدي تهنئة الوفاء والأمنيات بخالص الوجدان. دومي شفا عمرو الأبية قدوة متحابة ومتينة الأركان. شاعر يتغنى ببلده يدل على مدى انتمائه ببلده. والمنطق السليم والعقل القويم يقول أن كل من يسكن في بلد ما يميل إلى ترابها ومائها وشعبها وسكانها ومؤسساتها وينتمي إلى هذا البلد، وهذا هو الوضع الطبيعي. فأبا منشي إذا كان قد أبدع في ديوانه لأنه نظر إلى الأمور بواقعية وعقلانية وموضوعية، وكتب عنها كما يراها قريبا وبعيدا، كما يراها حاضرا ومستقبلا، كما يراها قولا وفعلا. يعطيك العافية يا أبو منشي. ننتقل إلى مقطع كوميدي أو مشهد كوميدي يقدمه الفنان صرفات لجود. عرفتوه؟ الفنان عفيف شليوي. نحن بانتظار. انتقلت لمشهد مسرحي أتناول فيه موضوع هموم الكتاب والشعراء والأدباء ومكانتهم في المجتمع، وكيف المجتمع بنظر لهؤلاء الشريحة، وكيف الإصدارات وإلى آخره. هذا لا بالمشهد أيها الإخوة والأخوات، يشرفني أن أشارك الشاعر صديقي وزميلي عبد الهادي قصقصي هذه الأمسية
لأتحدث بها عن نفسي في هذه المناسبة عشان نكرمك أستاذ. زي بقية الشعراء والكتاب بيستغلوا المناسبات حتى يتحدثوا عن مسيرتهم الأدبية والشعرية أيضا. أولا ذكر الأستاذ عبد الرحمن صديق أنه عبد الهادي أخونا وحبيبنا لم يكتب شعر الغزل، أما أنا فلم أكتب إلا الغزل، فقد كنت حبيبا من الدرجة الأولى، وكنت أحمل قائمة بأسماء الفتيات حاطط عريفوت رشناش نياش اللي بتظبطش معي ننقل للعريفوت الثاني. وهناك يعني قصة كان قصدا من القصص التي عشتها، وكل قصة حب كتبت عليها قصيدة عصماء مثل القصائد التي تعطيها اليوم. وقبل ذلك أريد أن أتحدث عن بيع الكتب أستاذ. أنا شخصيا لا أعاني من مشكلة بيع الكتب، بالعكس عندي دائما يعني الكتب تنفذ من السوق بسرعة، ويا ريت لو تتعلم من طرق لسه بنعلم أستاذ. كنت في أحد الأيام جالسا في البيت وطبعت 1000 نسخة من الكتاب وقاعد أتفرج فيه كيف بدي يخلص هذول. هديت كم واحد نسخ كانوا ياخذوها مني هيك وينطعوا مني يعني وين يحطوها. وفجأة رن الهاتف، وإذ أحد أصدقائي يقول لي بدي أبعث لك بياع أخو شريف شاطر في البيع، خذ منه أعطيه كتب وأعطيه عمولي وشوف كيف ببيع. وفعلا الباب دق 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 دق، انفتح الباب والله شخص جاي بيحكي بالإشارة. قلت هي هن اللي بيحكوا عنه يبيعوا. قلت له قد ايه بدك يا اخي؟ قد ايه بدك؟ كم بدك؟ قال لي قلت له 50 مرة واحدة. قلت يلا بنجرب. أعطيته 50 وقعدت وأنا مش متوقع إنه يبيع ولا كتاب أستاذ. بعد هيك ساعتين زمان ولا جاي الزلمة أعطاني حق الكتب وأخذ عمولته وقال لي أعطيني كمان 100 كتاب. فعلا راح هذا الشخص بعد كم ساعة رجع وبايع 100 كتاب. لخمني يا أخي، لخمني شيء لا يصدق. جربت شيء منه أستاذ اتهام؟ أنا شو عملت؟ أعطيته كمان 100 كتاب ورحت وراه بدي أشوف كيف قدر يبيع الكتب، شو هالسحر في بيع الكتب. بركي أنا شاعر ولا مش عارف. فرحت وراه أتسلل، كان يفوت على البيوت يدق. مرحبا، تشتري الكتاب ولا أرى لك إياه؟ يقول له لا خذ. وهيك بلع كل الكتب. خلاص صار أستاذ عبد الهادي تستأجرك واحد بتحته يبيع لك كل الكتب. أما بالنسبة للشعر مسيرة الشعرية فأنا كنت أكتب الشعر عندما كنت طالبا في المدرسة الثانوية. عشت أول قصة حب في حياتي مع العامل الاجتماعي. عينونا في المدرسة يا أستاذ عامل اجتماعية من جوهر البلد، شقرة عليها زر زي الأجانب الله وكيلها. أنا شفت هالشوفة كنت أجي من دخشة على الساعة 7 أكون في المدرسة، أنشط ولد في المدرسة. أطلع على الصف من فوق أفتح الشباك وأقعد أستناها. كانت تيجي هيك 7:30 7:30 5 تيجي هيك تتقمى زي الغزالة. طبعا من الواقع. فاركاب عند الأستاذ ورب الصف، أستاذ مين هاي المعلم الجديد اللي عينتوها عندنا؟ شو بتعلم؟ عربي عبراني إنجليزي؟ قال لي ولك يا أستاذ هاي عامل اجتماعية. قلت له شو يعني عامل اجتماعية؟ شو بتعلم؟ شو بتشتغل؟ قال لي عامل اجتماعية يعني زي ما تقول يا أستاذ بتحل مشاكل. وقال لي بتحل مشاكل وأنا سر البركة عند العامل الاجتماعي. الله وكيلك صرت نبع مشاكل كل يوم أخذ مشاكل.
لسه كنت اخذ واحد معي صاحبي عشان يبيها، هو يقعد يحكي لها مشاكل وانا اقعد اراقبها واتفرج عليها. فكتبت لها قصيده عصماء على اثرها طردوني من المدرسه، ورحت زي بقيه شباب شفا عمر على المفرس على الخليج. ومعروف يا اخوان شفا عمر يعني مش سر، فيش كراج الا بتلاقي فيه شفا عمر. اضرب حجر في شي كراج منطقه الكراجات الا ما يطلع راس شفا عمر، يا بتلاقيه مجلس يا كهربجي يا دهان سيارات الى اخره. فانا ايضا اشتغلت مثل بقيه شفا عمريين في شي كراج. هناك بما انه انا كنت حبيب زي ما قلت لكم، ايضا عشت قصه حب جديده في حياتي. وانا قاعد بالسياره من تحت كانت تيجي المسكرات تبعت الكراج كل يوم تجيب لي كوبايه نسكافيه. بس انا ما كنتش اشوف وجهها، كنت اشوف رجليها، فحبيتها من اول سحب الوجه. فكتبت لها قصيده سألقيها عليكم ان شاء الله. أحبك حبيبتي، أحبك حبيبتي كما يحب البكاكس لغياري، فأنت دعسة منزلك 95 أوقطان، فأنت بوجيات قلبي، أنت بوجيات قلبي وشحمتي وزيتي فشحميني. وفعلا شحمتني يا اخوان، جابت الشحمه وشحمتني وبهدلتني، ونادت المناهيل تبع الكراج اعطاني بيتورين وطردوني من الشغل. وين بالضروره؟ كان في مدرسه ليليه كنت مسؤول عنها، استاذ تتذكر؟ كان يعملوا اللي ما خلصش بجرود كان يروح يتعلم بعد الظهر بالليل عشان يعمل هالشلمون يعمل بجرود. فرحت اتعلمت بجرود واخذت بجرود ودروس دخري عشان اعتمدها، عشان اكمل تعليمي هناك. وبرضه هناك قصه عشق، قصه حب جديده. هناك تعرفت على فتاه ولكن لم يكن حبا مثل اليوم تلحقش تبعت لها SMS اللي هي عندك، لا يا اخوان، كان حبا عذريا. كنت ما استرجيش احكي معها، كنت اشوفها من بعيد لبعيد، اراقبها واراقبها كيف كانت تمشي واحاول اتحشر فيها، ولكن لم اتملك الجرأة لاتحدث معها. ولكن كان هنالك صديق، هذا الصديق كان فرديكا واسمه سعيد من دار سلامين، شكرا. فقال لي اسمع يا عفيف، استنى نهاية السمستر، تخلص سمستر الجامعة بتروح لعندها وبتتحشر فيها وبتظبط امورك. وفعلا استنيت نهاية سمستر ألف، وكانت هاي الشهلة اسمها شهلة، واسمحوا لي أن أنده عليها شهلاء على وزن فعلاء. كانت واقفة قدام لوحة الإعلانات وكان وجهها أصفر وأحمر كأنها سقطت مسكينة. فاستغلت الظروف وقربت عليها وقلت لها شو ست شهلة سقطتي ها؟ سقطتها. فقامت بهالكف وسخطني. فرحت عند سعيد، يا سعيد شو بدك فيه؟ قال لي يا عمي اللي بده يحب بده ياكل زبيب، لازم تاكل زبيب كثير، بدك تاكل لفوف يعني لازم تتحمل. بس اسمع، استنى ان الدنيا تليل وروح عندها على الوعلود، خذ لك ضمة ورد واعزلها ودبر حالك. وفعلا يا اخوان رحت اشتغلت ضمة ورد ب 20 شيكل، ما كانش عندي غيرها، اجر الطبيب. اخذتها الضمة وطلعت على الدرج وكان قلبي يدق ويا تك تك تك. وصلت على باب بيت شهلة، دقيت على الباب، طق طق طق، وفجأة سمعت صوت أبواب شهلة، طرق طرق طرق، فصار قلبي يدق ويطير، طرق طرق طرق. وفجأة فتح الباب وإذ أنا وشهلة فيس تو فيس. فقلت لها يا ست شهلة بتأمل أقول ما ضايقتك لما قلت لك يعني سقوطة عفوا يعني.
فقامت بها الشمروط وضربتني، فتدحرجت على الدرج وكنت يعني هو جنبي يعني عاد بالمستشفى شهرين، وهناك كتبت آخر قصيدة بحياتي ما عدتش عدتها يعني. اسمحوا لي أن ألقيها عليكم. ليش يا شهدة ليش؟ لاحظوا ليش يا شهدة ليش؟ ضربتيني بالكف ليش؟ وصرت مثل شوال الخيش، الضحرج على الدرج ليش؟ وكل ما اشوفك بمشي بشويش وبحط ايدي على خدي ليش؟ وبرمي حالي على الحشيش بس بخاف يطلع لي الحنيش. وانت بده يهنالي العيش والعب معك شيش بيش. شكرا. بعد هذا المقطع يعني انتعشنا جميعا، بس هو مقطع جميل من الحب العذري تبع الاخ عفيف والفوف اللي اكلها. ننتقل مرة اخرى الى تعقيب عن وحول ديوان الشعر ان الحمامة ترتشي بهديلها، كتبه الدكتور منير توما من كفر ياسيف. وكفر ياسيف كما نعرفها كانت ولا زالت وستبقى سباقة للعمل الثقافي والنشاط الفكري. فليتحفنا الدكتور منير توما بما كتبه عن هذا الموضوع. تفضل دكتور. أيها الحفل الكريم، أيها الحفل الكريم بحفظ الألقاب، أسعد الله مساءكم. يشرفني ويسعدني لا بل ويطيب لي أن ألتقي بهذا الجمهور الكريم الذي آمل أن يستمتع بهذه المداخلة التي سألقيها عليكم حول كتاب الأستاذ عبد الهادي قصقصي إن الحمامة تنتشي بهديلها، والتي كان قد أهداني إياه مشكورا، أهداني هذا الديوان الشعري الجديد الذي استمتعت كثيرا بقراءته، كيف لا. والأستاذ عبد الهادي قصقصي هو من الرجال الأخيار الطيبين الذي يسلك فيه قول الشاعر: صافي الكرام فخير من صافيته من كان ذا أدب وكان عفيفا. وهو يتمتع بهذه الأخلاق الكريمة والخصال النبيلة، فلي الشرف أن أكون من المشاركين في هذه الأمسية. ولكن الشيء الذي أدخل الضيق إلى قلبي مراعاة الوقت، فآثرت أن أختصر وأن أختزل المداخلة التي كنت قد نشرتها في صحيفة الاتحاد حول هذا الكتاب. وفي هذه اللحظات سوف أجتزئ كثيرا مما كتبت في هذا المقال الأدبي أو هذه الدراسة الأدبية،
وأرجو أن لا تكون هذه المداخلة مبتورة، فسأحاول بقدر الإمكان أن أحافظ على جوهرها وقيمتها الأدبية. وشكرا لكم، واسمحوا لي أن أبدأ بقراءة المداخلة. لقد استمتعت بقراءة القصائد الجميلة الواردة في ديوان إن الحمامة تنتشي بهديلها، لما في هذه القصائد من رقة وعذوبة وانسيابية في المعاني واللغة، وجدة في الأسلوب مع الخفة والرشاقة في موسيقى العديد من القصائد، لا سيما العامودية منها، فقد لمسنا هناك السهولة والمتانة في المفردات، فأتت الصناعة طبيعية أنيقة توشي القصيدة كما توشي الأزاهر أديم الأرض، ونحن نشعر بدلالة ذلك في افتتاحية الديوان بقصيدة متألق هذا الربيع بموطني، حيث يقول شاعرنا هناك: متألق هذا الربيع بموطني، وتكحلت من سحره الأبصار، سجادة خضراء تفترش الثرى بالأخضر الشجري ثم إطار، رسمت مشاهد لوحة ألوانها وكواكب إكليلها والغار، تتوفر الخيرات في جنباته وفواكه مشهورة وخضار. وأكتفي بهذا الاقتباس وهذه المقتطفات من القصيدة، أيضا مراعاة للوقت الذي يداهمنا دائما. إن الشاعر في هذه القصيدة يعكس هيامه بالطبيعة، فمعانيه منسقة متماسكة في الروح، تدعو إلى الأمل الباسم المشرق، فترفل أبياته بمعاني الإنسانية الشاملة، متخطية حدود الزمان والمكان. ويعبر شاعرنا عن مدى حبه وعشقه لبلدته شفا عمرو من خلال قصيدة هذه شفا عمرو التي أحببتها، والتي ألقى الأستاذ عبد الهادي هذه القصيدة كاملة أمام حضراتكم. تلك القصيدة التي نظمها احتفاء بمئوية بلدية شفا عمرو، فهو يرى في موطنه الصغير شفا عمرو وطنا رحيبا يجل في بلدته النزعة الإنسانية تجاه الجميع على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، فيحلق بخياله وذاكرته لتتوارد الصور رائعة طريفة فيها شفافية الشاعر وخوارج نفس الإنسان الحر المستنير، حيث يقول هناك: وإنني أقتبس جانبا من هذه القصيدة رغم أن الشاعر قد ألقاها تفصيلا أمامكم، ولكن نظرا لجماليتها سوف أقتبس بعض الأبيات. يقول الشاعر هناك: بلدي النجوم مدينتي مغمورة بمآثر الأجداد والأوطان، هتف الشعور بخافقي وخواطري، هذه المدينة نجمة البلدان، بلدي الحبيب معزتي ومفاخري، وبديله لا أرتضي بمكاني، متألق بلدي الجميل بأهله وبنهضة الإنسان والعمران. ومما يجعلنا ندرك في هذا الديوان ثورية شاعرنا ونزعته الإنسانية إلى التحرر وإلى الحياة الكريمة الحرة التي يستحقها كل إنسان، نرى تلك النغمة النهضوية التي يعزفها بهذه الروح في قصيدة أيار من عزم الأبات نضاله، حيث يختمها قائلا:
والشعب يرنو للفضاء محلقا كالطير يعلو رفرفا صداحا. فجر التحرر مقبل لشعوبنا لتعيد في أيامها الأفراح. ويطرق شاعرنا باب المعاناة الإنسانية لدى كبار السن من الناس عامة ومن الوالدين خاصة في قصيدة حسبنا النشء ينصفنا، حيث يتناول موضوع حقوق الأولاد حين يكون الأهل بأمس الحاجة إليهم، وكيف أن هؤلاء الأبناء يتنكرون لوالديهم ولا يعيرونهم الاهتمام اللازم والمطلوب من الإنسان الواعي الخلوق. وفي هذه القصيدة نشعر بحياة يغمرها البؤس ويكويها الحرمان، تنضح تشاؤما وشعورا بالظلم، وكأن الدموع تريد أن تذرف ساخنة وصافية، فشاعرنا هنا ينزع نزعة وصفية تحليلية فيها كثير من الوجدان وطابع الجدة في الموضوع وصراحة اللهجة في الأداء، وقد انساق في مجمله انسياقا تسلسليا فيه عناية بوحدة القصيدة. ولا ننكر أن أبيات هذه القصيدة مرآة لروح شاعرنا المصطبغة بمشاعر النبل والحنان، حيث يقول في هذه القصيدة: ربيع العمر قد ولى وأصبحنا مسنين، نعاني الداء أعواما ونأرق في ليالينا، حسبنا النشء ينصفنا بما نعطي ويعطينا، ولكن ساءنا منه عقوق في أهالينا، وسرنا اليوم في ضرب إلى بيت المسنين، وذكرى الهم تعصرنا ويبكي الشيخ ماضينا، فليت العمر لم يكبر ولم تكبر مآسينا. وهكذا واختصارا للوقت، وبعد أن تناولنا بإيجاز الوقت بعض قصائد ديوان الأستاذ عبد الهادي القصقصي بالتعقيب والتحليل، يظهر لنا في شعره قوة الحياة متدفقة العاطفة التي تعكس نوازع الناس وآمالهم وتفكيرهم. وأول ما يستلفت النظر هو أن شاعرنا يسير في شعره نحو أهداف تنبع من صميم المجتمع وتستمد قوتها وعمقها من صدق صاحبها وإخلاصه، ومن اتصال وشغف شديدين بالطبيعة، بحيث يأخذ مواضيعه وأمثلته وإلهامه من نباتها وجمادها، من أشواكها وورودها، ومن مائها وسمائها. وأما أسلوبه الشعري فهو صاف رقراق نقرأه بقلوب يغمرها الحب والأمل، هو أسلوب البساطة والوضوح الذي يحمل أبعد معاني الحياة في أعماقه من خلال نواح ثلاثة: النزعة الإنسانية، والدعوة إلى محبة الحياة، واستلهام الطبيعة. وأخيرا نتقدم بأجمل التهاني وأصدق التحيات إلى الأستاذ الشاعر عبد الهادي القصقصي بصدور كتابه هذا، مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق والمزيد من الإبداع والعطاء. وشكرا لكم متابعتكم وحسن إصغائكم، ولكم مني دائما التحية وأصدق المحبة من أعماق قلبي، وشكرا لكم.
اخوان بعد قليل سننهي الاحتفال والاحتفاء. بقي امامنا قصيدة للاخ، بس قبل القصيدة للاخ شكرا جزيلا للدكتور منير تومة. الحقيقة أنها كما فهمتها أنا دراسة أكاديمية قيمة تستحق التقدير والاحترام. تطرقت بها إلى عدة جوانب شعر الشاعر عبد الهادي القصقصي. لك خالص الشكر والتقدير على تحليلك هذا. يمكن أن نقيم ندوة أدبية نناقش بها التحليل السليم والمنطقي والعقلاني والعلمي والثقافي. تحياتي إلى الدكتور. بقي أن يتحفنا الشاعر عبد الهادي القصقصي بقصيدته الأخيرة يحاصر القدس محتل ومغتصب. هذه قصيدة آنية. وبعدها تقوم بلدية شفا عمر ودار الثقافة والفنون بتكريم الشاعر عبد الهادي القصقصي بتقديم درع التقدير له على إنجازاته الشعرية والأدبية. فالرجاء الانتظار والصبر حتى أن ننهي الحفل بشكل يتناسب مع الحفل ومضمون الحفل والهدف من الحفل. تفضل أستاذ. كتاب لكل الأحداث السياسية قصائد وطنية. أعتقد نصف إنتاجي الشعري. أقرأ عليكم قصيدة يحاصر القدس محتل ومغتصب. ما للقوافي قد تاهت معانيها في ظل حكم يزيد بطشه العرب. يا ربة الشعر إن القدس بائسة مما جرى في أمرها فالحال مضطرب. القدس في خطر مما يحيط بها يهود القدس محتل ومغتصب. يا قدس يا قبلة يا قدس يا قدس يا قبلة الأديان بوطني. قول المساء قول المناسك للعباد تنتسب. حنت إليها قلوب الناس قاطبة وتستغيث فلا يجيب محتسب. كل الشعوب واضح الصوت. كل الشعوب لها في القدس منسكها والأنبياء تقر في عدلهم كتب. وينتشي المرء حبا في معابدها. إن القيامة والأقصى هما الأرض. والحزن يعصف في الوجدان من ألم مصر الرسول الذي حلت به النوب. تساءل الطفل والكهال عن سبب مظالم الحكم لا يعزى لها سبب. شلت يد الحكام في أقطار جلدتنا. ضربوا الشعوب وبالطغيان ما ضربوا. حل الربيع على بلدان أمتنا. هل ينصر الشعب أقواما قد احتربوا. في مصر في تونس الخضراء ينعشنا جهد يناصر حقوق الشعب المستلب. ودولة الشر قد ألغت مزاعمها. في مركب الحق الإنصاف يحتجب. والفخر أندلس مجدا ومفخرة. فهل يعود لقطر خانه الصحب. مستوطن الأرض في الطغيان مفتخر. يئن
من ظلمه الزيتون والعنب، لا يرعوي من حريق الزرع أحضره، في نفسه اللؤ كالنيران تلتهب، كم منزل في ديار القدس تحتله إصابة البطش والأملاك تنتهب، وسالب الأرض مدعوم لنصرته من جيش محتل أتى بالجور يحترم، ويهدم الدار عدوان ومظلمة، ويدعي الحق وفي أقواله الكذب، وآلة الهدم التدبير تعصفني بموجة يعتريها الحقد والغضب، ومالك الدار مصدوم بأزمته في قلبه الحقد كالبركان يصطخب، أمام مناظره ينهار منزله، تظل أسرته بالبؤس تنتكب، وأي دين يزيد الهدم عن قصد، وأي جرم بالقانون يرتكب، لا يأبهون بحرمات لها خشية، تفكوا القبور ومن تابهم رعب، يا ربة الشعب يا ربة الشعب ألهمي شعبنا ردعا من مستفز أراد الأهل يقترب، لكل أمر في الدنيا له أجل، عمر الطغاة قصير بات يقترب. أجمل التهاني وأطيب التبريكات نرسلها للشاعر عبد الهادي القصقصي على ديوانه الذي يمتلئ بالشعر الغزير، لزوجته وأولاده وخاصة المغتربين منهم والذين جاءوا خصيصا لحضور هذا التكريم وهذا الحفل الكريم. للجميع ألف شكر وتحية وتقدير، رجاء الانتظار بعد قليل جدا تقوم بلدية شفا عمر وزارة الثقافة والفنون بتقديم درع تقديم أو تقدير شهادة تقدير للشاعر عبد الهادي القصقصي. أرجو من الأخت عزيزة ورئيس البلدية التوجه إلى المنصة لتقديم الدرع تكريما للشاعر عبد الهادي القصقصي. الشاعر عبد الهادي القصقصي إذا سمحت بالتكرم والصعود إلى المنصة. بلدية شفا عمر قسم الثقافة والفنون تقدير وتكريم للشاعر عبد الهادي القصقصي. ما أجمل العيش بين أناس احتضنوا العلم وعشقوا الحياة وتغلبوا على مصاعب العلم. لك منا كل التقدير على جهودك المضنية وعلى عطائك الإبداعي، ولك خالص التمنيات القلبية والتوفيق والنجاح. راهب خازن رئيس بلدية شفا عمر 3/9/2012. هنيئا لأبا منجي، وشكرا لبلدية شفا عمر ودار الثقافة، وشكرا لكم أيها الحضور الكريم. أشكر الجميع على هذا الحضور المهيب. هذا يدل على المحبة والإخلاص، ويدل على
محبة الثقافة والأدب والعلم. بارك الله فيكم. شكرا للجميع ونودعكم بالخير والمحبة والمودة وإلى اللقاء. رد عليه بس بديش اضوي. إن شاء الله. الله يبارك فيك.